السلام عليكم يا شباب. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت تشوف الفيديو. جالك قلبي فيديو جديد عن طريقة حظر ارقام الواتساب ببند حظر جديد وبند حظر طلقة. تابع الشرح للاخر عشان تعرف تشغل البند كويس، تعرف تحظر ارقام. هطلع لك الرقم في قلب الفيديو بند شباب من نسخة واحدة، بند من نسخة واحدة. البند هيكون مظبوط بباسورد، هقول الباسورد في قلب الفيديو. تابع الفيديو للاخر عشان تعرف تاخد الباسورد وتفك الضغط بتاع البند. بس الأول يا صاحبي، لو أنت مش مشترك عندي في القناة أول مرة تشوفني، انزل اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس وحط لايك وكومنت للفيديو. مش طالب منك أكتر من كده غير إنك تقدرني، غير إنك تعمل بس اشتراك للفيديو. تمام. ولو أنت مشترك عندي في القناة وكل حاجة، اعمل لايك بس للفيديو وخلاص، يعني مفيش حاجة غير كده. والبند هيكون في قلب الفيديو، في وصف الفيديو قصدي. بيكون موجود باسورد، أقولك الباسورد في قلب الفيديو. ده الرقم كده اللي احنا هنجرب عليه البند. بس فين بقى لصاحب الرقم؟ انا معرفوش، بس هجرب عليه الكود. الرقم ده شغال كده يا شباب قدامكم اهو، ناخد كده سكرين. البند شغال بنسخة واحدة. قبل ما نبدأ الفيديو، البند شغال بنسخة واحدة للأعمال بس، للأعمال بس. ده لو انت عايز الرقم يطير معاك في نفس الوقت هتبقى عامل من نسختين. طب عايز يطير من نسخة واحدة وانت مش مستعجل على الرقم، تعمل من نسخة واحدة وهيطير معاك بعد كام ساعة. لكن عايز يطير معاك في نفس الوقت من نسختين على طول، زي ما انا عامل معاك في قلب الفيديو كده دلوقتي. لكن البند يا شباب اقسم بالله شغال من نسخة واحدة، وانا مش هحلف كدب على بند او على اي حاجة في الدنيا. طب انت عايز الرقم يطلع معاك متجر وكده، تعكس من 10 نسخ. عارف اللي هما كتير وكل حاجة، بس البند انا ملغمه للأعمال بس. هو بيطير متجر بس من 10 نسخ. اللي بلغته كل حاجة هي اللي انا عاملها في الفيديو، بس من 10 نسخ وكل حاجة. الرقم يكون متصل في المتجر. في الأعمال البند بيطير فيه متجر، بيطير فيه أعمال متصل أو غير متصل، الاتنين واحد. واخد بالك؟ حط كده ال... الرقم اللي احنا عايزين نطير في السر، رقم غير محفوظ بالشكل ده، ونعمل مسج نخش جوه الشات بتاعه. يعني قافل او فاتح عادي، الرقم ده قافل دلوقتي. نحط كده البند، نجيب البند نحطه. البند ده بتاعي انا واخويا جاكسون، الرقم ده قافل اهو. نطلع كده. طب هديله كام ابلاغ من هنا؟ تطلع هنا تديله ابلاغات من هنا. الابلاغات دي اللي هي ريبورت بيزنس. طب هديله كام ابلاغ؟ مثل النسخة دي اللي هي مفيهاش علامة صح، مش هي ثابتة عند الابلاغات، هي نسخة ضرب ابلاغات. سيبها لك في وصف الفيديو. تديله يا صاحبي 17 ابلاغ من هنا. تديله 17 ابلاغ من هنا، اكتر عادي، اقل لا ما تقللش. تقول ان تكتر في الابلاغات وتكتر في النسخ، ده بيخلي الرقم يطير اسرع. فنديله 17 ابلاغ بتوعنا من هنا. 8 مثلا كده، 8 معدتش. 9 10 11 12 13 14 15 18 19 كده 20 ابلاغ. حلو جدا. تمام. ناخد الرقم كوبي نخش جوه الشات. نيجي عند علامة اللي هي الريبورت دي، نديله هنا 5 ابلاغات. 3 4 5. السادس نفعل علامة الصح دي، ركز، نفعل علامة الصح دي في السادس. والطاير بالشات كده، عندك اللي هو الشطار. تمام. عملنا النسخة الأولى. أول رقمين من الباسورد 6 4. خش كده على النسخة التانية. النسختين وهمي أو متجر أو أساسي عادي. النسخة التانية تحط الرقم برضو، تخش جوه الشات بتاعه، تحط الباسورد، تحط قصدي لا مؤاخذة البند. تطلع هنا تديله ال20 إبلاغ بتوعنا. زي ما قلت لك 17 عادي، لكن 20 بس عشان هطير الرقم في قلب الفيديو. بس انت ممكن تعمل ده وده عادي براحتك. ممكن انك تكتر في الإبلاغات برضو، ده حاجة حلوة، بيخلي الرقم يطير معاك أسرع. 7 8 9 10 11 12 13 19 كده. نقول 20 إبلاغ. تمام. نخش جوه الشات، ناخد الرقم كوبي نخش جوه الشات. نيجي عند علامة الروبورت دي، نديله 5 من هنا. 3 4 5. السادس تفعل علامة الصح دي، السادس علامة الصح دي تكون متفعلة، وتعمل كده. الرقم هتلاقيه طار معاك بالبتاعة دي كده، لو عملت له بلوك بلغ وحظر. والتاني رقمين هيكون 8 7. بعد كده عملنا الإبلاغات بتاعتنا. رقم لسه طاير، لسه قصدي محظور، لا آسف لسه مطرش. خش جوه النسخة. رقم لسه شغال معانا.
اهو لسه شغال، ما تهزرش. هيطول معاك في قد ايه؟ في اقل من دقيقتين باذن الله يكون الرقم طار معاك. استنى بس الرقم يطول معاك في قلب الفيديو عشان بس ايه المصداقية وكده. ان شاء الله يطير معانا دلوقتي. بس صعب عشان مش حد يعني استخدم الطريقة دي في الخير، ما تستخدمهاش في حاجة وحشة او انك تأذي حد وكده. لا، انت تستعملها في حاجة اللي هي حلوة، اللي هو مثلا حد بيهدد حد وكده، حد بيستغل حد فانت احذره. لكن انا مش بنزل الحاجة عشان تحذر بيها حد وتضطر رقمه اللي هو بدون سبب كده. لا، بنزل لك حاجة لا توعية للناس مش اكتر. تمام. فانت لو وصلت لحد هنا يا صاحبي، انزل بس اعمل اشتراك للقناة، ولا انت لسه مشتركتش اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس إن نوصل 7000 مشترك قريب بإذن الله. لسه 6.5 يعتبر، إن شاء الله نوصل بيكو 7000 مشترك. شوف الرقم طار ولا لسه الرقم مطرش لسه. هتقدر تخش تديله كام إبلاغ من هنا برضو عادي جدا، عشان عايز الرقم يطير معايا في قلب الفيديو. هو الرقم مش هيتأخر معاك، يعني هيطير معاك في أقل من دقايق. فمثلا الرقم ده كده، ده الرقم أنا مطيره لسه من شوية على فكرة أقسم بالله. بس هو طار كده أعمال بس. طب أنت عايزه يطير أعمال متجر هتعمل إيه؟ انت مش هتعمل اي حاجه، هو لما يجي يفتح على متجر هيرقم هيطير معاه اعمال متجر الاتنين، وده طير اعمال بس. لكن يفتح على متجر هيطير الاتنين على طول. فهنجيب رقم كده عشان اوريك. زي الرقم كنت مطيره قبل كده. مثلا الرقم ده طاير اعمال متجر. بص اللي هو فريق الدعم، مش زي دي كده لما تتفق بعض، لا دي كده. واخد بالك؟ فهو ما يجي يفتح على متجر هيبقى زي دي كده، هيبقى يطير اعمال متجر. لكن انت اول ما تطيره هيطير معاك اعمال في ارقام، هتطير معاك الاتنين. بس انت وحظك، دي مشكلة بتبقى حظوظ او صاحب الرقم بقى. فانت صاحبي هتعكس النسخ اكتر. لو انت عايز تطير الاتنين مع بعض هتعكس النسخ اكتر كتير معاك في نفس الوقت مع دي. وهتكون حاظر له الرقم بتاعه كود كده عشان تكون جبته من الاخر. شوف الرقم، فهو يعني مش هتأخر معاك. لسه الرقم شغال. هو صح في اقل من دقيقة، في اقل من دقيقتين هيكون الرقم طار ان شاء الله. هقف فيديو لحد ما الرقم يطير واجيلك تاني. تمام حبيب قلبي، اسف اني اتأخرت عليك ده كله، يعني قفلت الفيديو بتاع 8 دقايق كده لحد ما عملت حاجة وجيت تاني. بس الرقم طار كده، بس هو طار من بدري. تمام. شوف الرقم ده اللي احنا كنا بنبلغ عليه، ارجعوا شوفوا الفيديو. هو طار من بدري، بس انا بس لحد ما خلصت حاجة. تشوف الرقم طار معانا قلب اخوك كده اهو. وده سكرين برضو اللي احنا كنا بنبلغ عليه، طار معايا في اقل من دقيقتين بالظبط. فانت اعمل زي ما قلت، زي ما انا عملت في قلب الفيديو هيطير معاك ان شاء الله. الباسورد انا قلت في قلب الفيديو، راجع الفيديو من الاول وهتلاقي الباسورد رقمين ورقمين. تمام قلب اخوك كده الشرح وكده كل حاجة. اول ما يفتح متجر هتلاقي طرق اعمال متجر ان شاء الله. متنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. لايك وكومنت الفيديو. سلام يا اخواتي.